الفيديو هذايا نحب نقول لكم اللي هو موجه لكل تلميذ باك ومازال مضيع لانفو. في مرحله اولى نحب نقول لك اللي انت في المكان المناسب. علاش؟ خاطر باش نشوفوا من خلاله لا فورمول ماجيك اللي تقدمها لك منصه بيتلايف اكاديمي، واللي باش تخليك مهما كان مستواك في الانفو تكون قادر انك ترترابي روحك في ظرف اسبوعين. والعمليه هذيا باش تكون بطريقه منظمه ومدروسه للغايه، من خلال بالطبيعه عرض المراجعه الكامل في الانفورماتيك باك 2023. النقطه الاولى اللي نحب نحكي عليها لو فات انك كريت ليماج دخلت للفيديو، معناها انت عندك الرغبه باش تحسن في الانفورماتيك، واللي هي اول نقطه باش يرتكز عليها البرنامج نتاعنا. لونفي دابخوندر، لازم تكون عندك رغبه باش تتحسن وتتقدم في الانفورماتيك. النقطه الثانيه اللي باش نحكيو عليها واللي هي سويفر لي كونساي، انك تتبع النصائح والخطوات التاليه اللي باش نقدموها لك في الفيديو هذايا بالطبيعه من خلال المحتوى اللي باش تلقاه في عرض المراجعه الكامل. وبالطبيعه لهنا العمليه باش تكون مختلفه باختلاف المستويات، وعلى ذاك احنا باش نبداو من المستوى الصفر واللي سميناه لهنا نيفو ديبيوتون. اول حاجه لازم نعرفوها كونه العرض باش يكون بالطريقه هذيا موجود في الحساب نتاعك اوفر انفورماتيك ريفيزيون باك 2023 باك سيونتيفيك. باش نبداو مع بعضنا نشوفوا الكونتوني بتاعنا وكيفاش نتعامل مع الكونتوني هذايا كتلميذ مضيع لانفو، معناها مضيع الحاجات البازيك والاساسيات اللي لازم تكون عارفهم. اول حاجه بالطبيعه باش نلقاو هي الكالندري دي سيونس لايف. بالنسبه للمستوى هذا شي يهمنا فاهم، نتعداو لها في المستويات القادمه. الحاجه الثانيه باش تلقاها هي تسجيل الحصص المباشره اللي باش تصير واللي ان شاء الله تنطلق مع اول ماي. الحاجه الثالثه اللي باش تلقاها هي لي ستركتور دو دوني، ومن هنا انت كتلميذ مستواك ضعيف في الانفو لازم تنطلق. باش نبداو مع بعضنا نحلوا الروبريك لي ستركتور دو دوني ونلقاو لهنا كل ما لازم نعرفوه على الحاجات البازيك في الانفورماتيك. انت مطالب لهنا الحاجات هذوما الكل تكون عارفهم، كيما الفورم جينيرال دان الجوريتم، لي زوبيراتور اللي نجموا نستعملوهم، لي فونكسيون بري ديفيني واللي هما من اهم الحاجات انا نسميهم معون الخدمه نتاع الانفورماتيك الى اخره. الحاجات هذوما الكل باش تتعلمهم بالطبيعه باش يكونوا سو فورم دي فيديو بالطريقه هذيا. بار اكزومبل كي نحلوا لي فونكسيون بري ديفيني باش تلقى لهنا الفيديو اللي نفسروا فيه لي فونكسيون بري ديفيني كيما لهنا اريتميتيك الكل، ومعاه بالطبيعه البي دي اف اللي فيه الريزومي نتاع العمليه اللي عملناها. النقطه الثانيه اللي باش نتعداو لها من بعد ما فهمت الحاجات الاساسيه باش تلقى دي زيكزارسيس افيك نيفو دو ديفيكولتي بروغريسيف. انت لهنا لازم تحاول تعمل طلع على ليزيكزارسيس هذوما تتفرج فيهم تفهم كيفاش صارت عمليه الكوريكسيون باش تنجم في مستوى اخر تولي انت تخلق الكوريكسيون والسوليسيون نتاع ليكزارسيس. كيف بالنسبه للبارتي اللي من بعد واللي هي لي ستركتور كونديسيونيل باش تلقى من الاول لي فيديو اللي فهموك اش معناها ستركتور كونديسيونيل، وقتاش نستعملوها، كيفاش نستعملوها افيك انسامبل دي زيكزارسيس باش يخليك تكون قادر انك تطبق لي ستركتور كونديسيونيل كيما يلزم. كيف بالنسبه للشابيتر اللي من بعد باش نلقاو لي ستركتور ايتيراتيف باش نفهموا من خلالهم كي انتروداكسيون اش معناها ستركتور ايتيراتيف، لي ستركتور ايتيراتيف كومبليت الفور والبور، لي ستركتور ايتيراتيف ريبيتي جوسكا التونكو والا الوايل اون بيتون. ومن بعد زاد بنفس الطريقه باش نتعداو نخدموا دي زيكزارسيس باش تولي متمكن منهم لي ستركتور ايتيراتيف، وتعرف في كل حاله من الحالات اللي باش تعرضك شنو هو لي ستركتور اللي باش تخدمهم. وبالطبيعه في كل مرحله نقل طولها انت لهنا تنجم تستعمل كل ما سبق، معناها اللي تعلمته في البارتي الاولى تنجم تستعمله في البارتي الثانيه، ومن بعد تستعمل هذوكم الزوج في البارتي الثالثه، ونحن ماشيين حطيكش الفين حطيكش اللي نخلطوا بعض لي سو بروغرام، واللي هو من اهم الحاجات اللي لازم تعرفهم على خاطر الخدمه نتاعنا الكل في الباك باش تكون مرتكزه على لي سو بروغرام. اما ما نجموش نصنعوا لي سو بروغرام نتاعنا الى موديول نتاعنا ونحن ماناش متمكنين من الحاجات الاساسيه. على هذاك لازم نبداو بالخطوه ومن بعد الباقي الكله باش يولي سو فورم دي تكنيك. معناها انطلاقا من البارتي هذايا نتاع لي ميثود دو تري ما عادش انت باش تتعلم حاجه جديده، لا باش تشوف اللي تعلمته كله كيفاش توظفه باش تكون قادر على شنو، باش تكون قادر انك تخلط لهدف معين. كيف بالنسبه للميثود دو ريشيرش. ومن بعد النقطه المواليه واللي هي النقطه المهمه زاد على خاطر باش يرتكز عليها ليكزامان باك براتيك نتاعكم واللي هي لي زانترفاس جرافيك.
لازم تفهم بالكدا حكايه لي زانترفاس جرافيك. اش معناها لي زانترفاس جرافيك؟ وتخدم بالطبيعه لابليكاسيون اللي موجوده لهنا باش تشوف كيفاش تصير عمليه صناعه الانترفاس جرافيك وكيفاش ردوه يخدم كيما نحن حاجتنا. هذوما النقاط اللي انت مطالب تعملهم في مرحله اولى كتلميذ مستواك ضعيف في الانفورماتيك. في كملت النقاط اللي حكينا فيهم توا، انت ما عادش تنجم تكون تلميذ مستواك ضعيف في الانفورماتيك، انت باش تتعدى توا للمرحله المواليه. في المرحله المواليه نتعداو للنيفو انترميديير، فاهم؟ اما ما تعرفش كيفاش تطبق النقطه هذيا، كيفاش تتعامل معاها في المنصه. انت لهنا تنجم تجي ديريكتومون بالطبيعه كان فاهم بالكدا حكايه لي ستركتور كونديسيونيل لي ستركتور انتيغراتيف، فاهم الحاجات هذوما الكل كيما حكينا. انت مطالب انطلاقا من البارتي نتاع لي سو بروغرام تحاول تخدم لونسومبل نتاع لي زيكزارسيس اللي باش يعرضوك الكل وحدك من غير ما تغزر الكوريكسيون. علاش؟ على خاطر لهنا باش تفهم انت شنو هو المشاكل اللي باش يعرضوك. وعلاش قلت لك لهنا بالضبط انطلاقا من لي سو بروغرام؟ على خاطر في البارتي نتاع لي سو بروغرام كمرحله اولى هي اللي باش يرتكز عليها نظام الباك الكل، ديما لازم نخدموا باللي سو بروغرام. وفي مرحله ثانيه باش نستعملوا جميع الحاجات اللي تعلمناهم قبل في لي روبريك السابقين. على هذاك انت تجي لهنا تحاول تبدا تخدم لي زيكزارسيس اللي موجودين. بالطبيعه باش تلقى صعوبات، الصعوبات هذيك في مرحله اولى كيفاش نتجاوزوها؟ نحاولوا نشوفوا مع بعضنا البي دي اف نتاع الكوريكسيون، نقراو الكوريكسيون. باش تجي بار اكزومبل جينا ليكزارسيس بار اكزومبل 4 هذايا حليناه بالطريقه هذايا كيما نراو لهنا. شو باش تجي تعمل قبل ما تتفرج في الفيديو؟ باش تجي تحل البي دي اف اللي موجود لهنا باش يخرج لنا كيما نراو مع بعضنا لينونسي والكوريكسيون تاعو. انت في مرحله اولى تحاول تفهمها الكوريكسيون انطلاقا من البي دي اف. اذا كان لقيت صعوبه في فهمها وقتها تتعدى للي فيديو باش تنجم تفهم الكوريكسيون كيفاش صارت، وهكايا تكون قادر انك تولي عندك البوسيبيليتي باش تواجه اي مشكل يعرضك واي بروبليم يعرضك. يسوفي كملت العمليه هذيا، معناها نحن توا تعدينا من الفاز انترميديير للفاز نتاع تلميذ اكسيلون يحب اون بون نوت في الانفورماتيك في الباك. الحكايه هذيا بالطبيعه نحن توا لامين جميع الحاجات اللي حاجتنا بهم وجميع لي زوتي واللي تكنيك اللي نستحقهم، على خاطر الانفورماتيك مش بازي على نوسيون كور، بازي على نوسيون دي تكنيك دي زوتي. انت عندك معون وباش تستعمله، اللي تستعمله من الدوزيام باش تبقى تستعمل فيه للباك هو بيدو، ما فماش نوسيون دي شابيتر دي كور. اوكي باهي، لهنا انت مطالب شنو تعمل؟ مطالب تولي انجاجي اكثر في لي سوجي نتاع الباك، واللي هما تقريبا باش نركز عليهم في البريود دو ريفيزيون من خلال لي سيونس لايف اللي باش نخدمهم. وبالطبيعه ان شاء الله انطلاقا من ما يبداو، واللي باش تلقاهم ان شاء الله بروغرامي في البارتي هذايا كالندري دي سيونس لايف. وبالطبيعه باش تلقى معاهم لي لونسي اللي باش نخدموه، وانت مطالب لهنا كونوا لي زيلونسي هذوكم تعمل فيهم اسي وحدك باش من بعد كي نخدموها مع بعضنا في لي سيونس لايف وقتها تحصل الافاده اللي حاجتنا بها. وهذا هو التمشي اللي باش يخليك تتعدى من لي 3 نيفو اللي حكينا عليهم. نرجعوا توا لموضوع تقسيم الوقت، كيفاش في ظرف جمعتين قادر نعمل اللي حكينا عليه الكل. اول حاجه لازم تعرفها، جميع المحتويات في 11 ساعه، ال 11 ساعه هذوما كافيين باش يخليوك متمكن مليح من الانفورماتيك وتنجم تعدي ليكزامان نتاعك، بخلاف بالطبيعه لي سيونس لايف اللي حكينا عليهم. ال 11 ساعه هذوما مقسمين على 7 روبريك، معناها انت كان توفر ساعة ونص في النهار للانفورماتيك في ظرف 7 ايام قادر تلم الحكايات اللي حكينا عليهم الكل. كل يوم تنجم تاخو بارتي لي ستركتور دو دوني نهار، لي سو بروغرام نهار بلوتو لي ستركتور كونديسيونيل نهار، لي ستركتور انتغراتيف الى اخره. ما كملت الحكايه هذه كلها بعد 7 ايام الا ما انت متمكن من الانفورماتيك، معناها انت لهنا في جمعه فهمت الحاجات البازيك. نتعداو توا للمرحله الثانيه واللي هي ديريكتومون باش تلقى روحك في النيفو اكسيلون، على خاطر تعدينا لي دو زيتاب الاولى، وباش تلقى بالطبيعه روحك معانا حاضر في لي سيونس لايف اللي من خلالهم باش نحطوا رواحنا ونكونوا انجاجي في لي سوجي تيب باك، واللي باش يخليك نهار ليكزامان باش تكون متعود على نوعيه لي بروبليم اللي باش تلقاه. هذا هو تقريبا التمشي الكامل والشامل اللي باش يخليك
تتحسن في الانفورماتيك وتعدي الباك كو سوسوا براتيك والا تيوريك اون بون كونديسيون. وهذا هو التمشي اللي باش يخليك تتعدى من لي تروا نيفو اللي حكينا عليهم. نرجعوا توا لموضوع تقسيم الوقت، كيفاش في ظرف جمعتين قادر نعمل اللي حكينا عليه الكل. اول حاجه لازم تعرفها، جميع المحتوى في 11 ساعه، ال 11 ساعه هذوما كيفين باش يخليوك متمكن مليح من الانفورماتيك وتنجم تعدي ليكزامان نتاعك، بخلاف بالطبيعه لي سيونس لايف اللي حكينا عليهم. ال 11 ساعه هذوما مقسمين على 7 روبريك، معناها انت كان توفر ساعة ونص في النهار للانفورماتيك، في ظرف 7 أيام قادر تلم الحكايات اللي حكينا عليهم الكل. كل يوم تنجم تاخو بارتي لي ستركتور دو دوني نهار، لي سو بروغرام نهار، بلوتو لي ستركتور كونديسيونيل نهار، لي ستركتور فيتيراتيف إلى آخره. ما كملت الحكاية هذيا كلها بعد 7 أيام إلا ما أنت متمكن من الانفورماتيك، معناها أنت لهنا في جمعة فهمت الحاجات البازيك. نتعداو توا للمرحلة الثانيه واللي هي ديريكتومون باش تلقى روحك في النيفو اكسيلون، على خاطر تعدينا لي دو زيتاب الاولى، وباش تلقى بالطبيعه روحك معانا حاضر في لي سيونس لايف اللي من خلالهم باش نحطوا رواحنا ونكونوا اونجاجي في لي سوجي تيب باك، واللي باش يخليك نهار ليكزامان باش تكون متعود على نوعيه لي بروبليم اللي باش تلقاه. هذا هو تقريبا التمشي الكامل والشامل اللي باش يخليك تتحسن في الانفورماتيك وتعدي الباك كو سوسوا براتيك والا تيوريك اون بون كونديسيون.